من بعد ما استغلينا التعثر ديال المتصدر وقدرنا نربحو بركان وقلصنا فريق النقاط لنقطة وحدة، كيبقاو لينا آخر 3 المباريات في البطولة، أو بالأحرى 3 ديال النهائيات، وبالتالي الخطأ في هاد المباريات مرفوض، وأي نتيجة من غير الانتصار غتأدي بنا للانسحاب من المنافسة، أي أننا خصنا ننتصروا في هاد 3 ديال الماتشات بالأداء والنتيجة، وأول ماتش غيكون عندنا مع هاد 3 ديال النهائيات هو ماتش كونتر طنجة. السلام عليكم اخوة الرجاويين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. الرجاء كونتر طنجة، واحد من 3 ديال النهائيات اللي مازال لينا في البطوله. هذا الماتش اللي غيكون يوم غد الثلاثاء على الساعه 7 مساء في تطوان في ملعب ثانية الرمل، وبدون حضور الجماهير نظرا لعلاقه الجمهورين ديال طنجة وتطوان. الماتش ديال غدا اللي خصو يتربح باش مكان باش نبقاو مستمرين في هذه النتائج الايجابيه والضغط على المتصدر. يذكر ان الماتشات الاخرى في الدوري كتلعب في نفس التوقيت بين الفرق اللي كتنافس مع بعضياتها، اي ان غدا نيت المنافس ديال نجم الملكي غيلعبوا في نفس التوقيت كونتر السوالم، والسوالم اللي كيقودها الحمر واغلب اللاعبين ديالهم رجويين، فراه ولا حتى خاصكم تعملوها على الاقل شي تعادل. المهم حنا خاص نركزوا على المباراه ديالنا والانتصار، وما نفكروش الماتش الاخر ديال الجيش شنو دايرين ولا شحال راهم. نساليو الماتش ديالنا بانتصار ان شاء الله، وديك الساعه نشوفوا الجيش شنو دارت. اما الا بقينا كنفكروا في الماتش الاخر غنساو الماتش ديالنا، والا قدر الله نقدروا نخرجوا بشي نتيجه سلبيه. ولكن ما نخافش عليهم هاد الناحيه، حيت كاينين لاعبين خبره اللي غيخليو اللاعبين في الماتش بحال الكابيتان وانا زنيت. اتحاد طنجه في اخر 5 ديال الماتشات ربحوا بجوج، تعادلوا في جوج، وخسروا في ماتش واحد، وكيتواجدوا في المرتبه 12 ب 29 نقطه. يعني حتى هما غيبغيو يربحوا باش يبعدوا اكثر على اسفل الترتيب. ارى ليا دابا المفارقه اللي كاينه في الماتشات ديال الرجاء والجيش هي ان جوج فراقي في مقدمه الترتيب، اصحاب المركز الاول والثاني اللي كيتنافسوا على الدوري غيلعبوا مع اصحاب المركز 12 و13. يعني كيما الرجاء باغا السوالم تربح الجيش، راه حتى طنجه باغا الجيش تربح السوالم، والعكس صحيح. يعني الا كانوا كيبانوا لك هاد جوج ماتشات ساهلين، فراه كنحلف لك والله ما ساهلين. اجي اخوتي نتوقعوا دابا ديك التشكيله اللي غتبدا، وغنبداو بحراسه المرمى. انا زنيتي الا بديله عنه. الدفاع الثنائيه اللي دايره خدمه كبيره وهي مقدم وخفيفي. الاظهره الطوب اللي ما كاينش بحالهم في هذه البطوله، بولكسوتو بالعمري. ندوزو دابا للوسط وغنختاروا الثلاثيه ديال زريده مكازي وبوكرين. اما خط الهجوم فكتوقع الثلاثيه ديال النفاتي وبوزوق في الاجنحه وموهوب كراس حربه. فإلا لاحظتوا نفس التشكيله ولا كيعتمد عليها المدرب مؤخرا، من الاعتماد بعض المرات على الزرهوني وبعض المرات على النفاتي. فاحنا ما كيهموناش الاشخاص اللي في التشكيله بقدر ما كيهمنا اللي يدخل يتقاتل معنا ويقتل الغرض. وديما كنبقاو نشوفوا الافضل هو اللي يكون في التشكيله. على العموم هذه هي التشكيله اللي كنتوقع لماتش طنجه، الماتش اللي مهم بزاف، وكنتمنى نرجعوا من تطوان وحنا منتصرين وفرحانين. وإلا تعثرات الجيش غتكمل الفرحه ديك الساعه. فكخلاصه اللاعبين ديالنا 27 جوله وانتم كتقاتلوا لدرجه انكم قدرتوا تخرجوا من 27 ماتش بلا حتى شي هزيمه، رقم اللي بصراحه ماشي سهل. واخا في بعض الاحيان كنا كنضيعوا الانتصار بطرق كنا نقدروا نتفاداوهم، ولكن ما عندنا ما نديروا، هذا الشيء طرا وما يمكنش لينا نبدلوه. ولكن يمكن لينا نبدلوا المستقبل بشرط نتقاتلوا في 3 الماتشات اللي باقيين، حيت راه ما بقى قد ما فات. صبرنا 27 جوله، نزيدوا نصبروا في 3 الماتشات اللي باقيين وننتصروا فيهم كاملين، وديك الساعه حنا غنكون راضيين عليكم بغض النظر على الترتيب. فكل الدعم للاعيبه للفريق ككل. حتى لهنا اخوتي كنكون وصلنا لاخر الفيديو. الا وصلتي حتى لهنا بغيتك تشترك معنا باش يوصلك فيديوهات جداد ديالنا. ودابا ما بقى لي غنقول لكم تهلاو في راسكم وديما رجاء.